السلام عليكم، واش احوالكم؟ ان شاء الله راكم لاباس. اليوم راح ندير لكم طريقه تغيير الغرز نتاع السورجي ولا آلة السرفله 5 خيوط. انا عندي هنا سورجي تاع 5 خيوط، لا مارك تاعها اس جي جي ام سي. السورجي هذه تقدروا تخدموا بها ب3 خيوط واما ب5 خيوط. ب3 خيوط راح تعود سرفله فقط، راح تعود كيما هكذا. 3 خيوط راح تخدم لك الخدمه هذه. في حالة ما إذا بغيتيها ب5 خيوط، يعني سرفلة ومعاها معاها الخياطة. هنا شوفوا، هنا ما كانش مريقل السورجي تاعي، دوك نوري لكم الخدمة نتاعو. دوك ريقلتو. هنا راهي تخدم ب5 خيوط، كاين اختلاف بيناتهم. هكذا 3 خيوط سرفلة فقط، وديري الخياطة انتي بالماشينة، يا اما ديريها سرفلة مع الخياطة، خاصة الأصحاب الجملة اللي يخدموا كونتيتي هكذا باش يربحوا الوقت. وحتى الخياطة تاعها ما تسمسرش، يعني شوفوا هنا كيفاش راهي مظفورة. نروحوا دوكا للريغلاج. راح نفتح الباب هذا. كي تحبوا ديروا ريغلاج ولا تتحكموا في الريغلاج تاع النفذة تاعكم والعرض نتاعها في 3 خيوط، راح تجوا عند البلاصة هذه، راح ترخفوا من هنا وتطلعوا العجلة هذه حسب الأرقام. شوفوا السهم هذا، هاي العجلة تاع الأرقام تطلعوها نتوما كيما بغيتوا. شوفوا ماهوش مزير ياسر، نطلع بيدي كي يطلع نقدر نطلع هذا. شوفوا كيفاه طلع. هذا باش تتحكموا في ال3 خيوط الاولين، يعني في هذا. و2 خيوط الاخرين اللي تاع الخياطه، كي تحبوا ديروا الماشينه تاعكم تاع السرفله 5 خيوط وتحبوا تتحكموا في الغرزه تاعكم، راح تجوا هنا تضغطوا على هذا، تعبزي مليح، من بعد تروحوا للعجله هذه وتدوروا. هذه العجله راهي مرقمه من 1 حتى ل7، تبقاي تبدلي حتى تسمعي الصوت نتاعها تغير. راني ضغطتها مليح لداخل ودرك نبدا ندور. راني نحس بيه انا كيفاه راني حكماتو من هنا، وتغيروا الغرز تاعكم. شوفوا الاختلاف هنا في الغرز. الغرزه هنا راهي عريضه وهنا راهي صغيره كما تاع الخياطه تاع الماشينه. انا حبيتها تكون صغيره. صراحه افادني الاخ عبدو الخياط، هو اللي ورالي الطريقه هذه نتاع الريغلاج تاع الغرزه تاع الخيط الخامس. هنا البنات النفذه اي ولا الغرزه اي عريضه، هنا لا. نتوما كي ديروها عريضه هنا الخدمه تاعكم تعود سواقي، القناضر تاعكم يتفتقوا سهلين كي تبيعوهم، يعني الزبائن مش راح يعودوا راضيين على الخدمه هذيك. بصح كي ديروا النفذه هذه الصغيره مع راهي مظفوره من الظهر تاعها، هنا مش راح تتفتق بسهوله. هذه الطريقه نستعملوها الاكثريه في الجناب، نخيطوا الجناب تاع القناضر ولا لي روب، ولا في ليمونش، تعودوا موجدين الكشكشه تاعكم اذا الذراع فيه كشكشه، وتفوتوا مره واحده على السورجي سرفله وخياطه مع بعضهم. انا في حاله ما اذا راح ندير الكفه نورمال، ما نحيش الخيط الخامس، نخليها دير سورجي عادي. راح ندير قدامكم، نفرض بلي انا عندي هنا كفه تاع حجاب ولا قندوره. اي مغطيتني التليفون، مغطيني باش نشوف مليح. شوفوا معايا هنا انا درت سرفله وخياطه، حتى وتعود عندك حاشيه نتاع الحجاب يعني عاد ديري له كفه نورمال، مش عاد تقلقك الخياطه هذه الزايده. ما تبقايش تنحي في الابره، هو هنا لازم تركبي 2 ابر. راني مركبتهم. هنا مش راح يقلقك الخيط هذا، يعني انا كي تعود عندي كفه ندير لها كيما هكذا ونكف الحجاب تاعي عادي، ما نبقاش نبدل في الخيوط الا في حاله ما اذا راح نبدل اللون فقط هكا باش ما يتعبنيش في التركاب نتاع الخيط نتاعو. انا نخليه في الكفه، نخليه. ان شاء الله البنات تستفيدوا. اللي ما فهمتش في الفكره ولا اي معلومه اخرى حابين نديرها لكم على السورجي، خلوا لي في التعليقات نتاعكم برك، ان شاء الله نلقى وقت ونجاوبكم كامل
اللي قدرت نجاوبها في التعليق، اللي قدرت ندير لها فيديو مخصص ليها. نشكركم البنات، وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد.